رقم تي في. تكشف آخر الأرقام أن تطبيق سناب شات يملك 158 مليون مستخدم نشط شهريا. اليوم نتعرف على 16 تلميحة وميزة خفية له لا يعرفها الكثيرون ستفيدك عند استخدامه، فهيا بنا. لكن قبل الانطلاق تأكد أنك تتابع حساب رقمي هناك والذي يظهر على الشاشة الآن. أولا، كل كلمة لون مختلف. إذا أردت تلوين كلمات معينة أو تلوين كل كلمة على حدة، كل ما عليك هو تغيير وضع عرض النص ليكون بدون الشريط العرضي الصغير، وذلك عبر كتابة نص معين ثم الضغط على حرف T بالأعلى ليصبح النص كبيرا وبدون الشريط، ثم التحديد على الكلمة أو الجزء المراد تلوينه واختيار اللون الذي تريد. ثانيا، استخدام فلترين، وهنا عليك اختيار الفلتر الأول، مثلا فلتر الألوان الأبيض والأسود، والضغط مطولا عليه مع التمرير يمنة ويسرة للفلاتر الأخرى التي تريد إضافتها، مثل فلتر الساعة والتاريخ ودرجات الحرارة وغيرها، مع العلم بأنه لا يمكن استخدام فلترين من نفس النوع مثل الساعة ودرجات الحرارة في الوقت نفسه. ثالثا، استخدام أكثر من أسلوب لعرض الفلتر. درجات الحرارة أو الوقت لا يقتصران على شكل معين، حيث يمكنك بعد اختيار أحدهما النقر على الفلتر مرة واحدة ليعرضه لك بتصميم مختلف، مثل أن نختار فلتر درجات الحرارة ثم تضغط عليه مرة واحدة لتشاهد تصميما آخر له يعرض لك درجات الحرارة على مدى الأسبوع. رابعا، فلاتر جديدة. تستطيع عرض الإيموجي المختلفة بطريقة جميلة توحي بأنها فلتر جديد، وذلك عبر اختيار أحدها ثم تكبيره بشكل كبير ووضعه في الزاوية أو المكان الذي تريد، ولك الاختيار بين عشرات الإيموجي المختلفة التي تستطيع من خلالها إضافة شكل جميل. خامسا، إضافة سناب كود. لإضافة سناب كود إلى الصور والفيديو الملتقط أو إلى أجزاء معينة تريد ظهورها في سناباتك، كل ما عليك هو التوجه للذكريات في الأسفل ثم ألبوم الكاميرا واختيار الصورة التي تريدها، وستظهر لك واجهة للتعديل على الصورة. تختار رمز المقص في الأعلى وتحدد على الجزء الذي تريد عرضه وظهوره، فمثلا سنحدد هنا على سناب كود الخاص بحساب رقمي ونراعي القصة بشكل جيد، ثم سيتخزن تلقائيا رمز السناب هذا في قائمة الإيموجي لتستطيع استخدامه في سناباتك كأي إيموجي آخر والتحكم بمكانه وحجمه. سادسا، تغيير أسماء الحسابات. لتغيير اسم أي شخص تتابعه على سناب شات حتى وإن لم يكن من جهة اتصالك، كل ما عليك هو الضغط مطولا على حسابه والتوجه على الخاص ثم الضغط على الخيارات في الأعلى باليسار والضغط على تحرير الاسم لنختار الاسم الذي نريده. سابعا، ملصقات شفافة. إذا ما أردت وضع ملصق على صورة وجعله وكأنه شفاف، فكل ما عليك هو اختيار الملصق الذي تريده ثم سحبه لعلامة سلة المهملات وكأنك ستحذفه مع عدم إفلات إصبعك، ثم الضغط في الوقت نفسه على زر الإرسال ليتم إرساله لقصتك وهو شفاف. ثامنا، خلفية صوتية عند التصوير. لتصوير سناب تريدها مع تشغيل خلفية مقطع صوتي، فستشغله بشكل طبيعي من مشغل الموسيقى على هاتفك، وعندما تفتح التطبيق ستظل الموسيقى تعمل، حيث ستستمر حتى عند التسجيل لتكون خلفية صوتية مميزة، على عكس أغلب تطبيقات الوسائط والتي تغلق فيها الخلفية الصوتية تلقائيا. تاسعا، التصوير بدون إمساك الهاتف. للتصوير بهاتفك بدون إمساك الهاتف والضغط المطول على زر التصوير، فعليك استخدام ريموت التصوير اللاسلكي الذي يتم شراؤه كإكسسوار والذي يتم ربطه بالهاتف عن طريق البلوتوث. هناك طريقة أخرى لا تحتاج إلى ريموت التصوير إلا أنها فقط لهواتف آيفون، وذلك عبر التوجه للإعدادات ثم إلى إمكانية الوصول ثم اختيار Assistive Touch، وسنشغل الخيار بالأعلى لظهور مربع الاختصارات العائم. سنختار من القائمة نفسها إنشاء إيماء جديد ونضغط على الشاشة ضغطا مطولا إلى أن يصل الخط الأزرق إلى النهاية، وبعدها سنحفظ هذا الإيماء. الآن سنفتح سناب شات ونضغط على المربع العائم ونختار مخصص، وسنعثر على الإيماء الذي حفظناه وستظهر دائرة صغيرة نسحبها لزر التصوير، وهنا سيتم التصوير تلقائيا بدون أن تمسك بالجهاز. وإذا ما أردت إيقاف التصوير فكل ما عليك هو الضغط على المربع العائم. عاشرا، رفع قصة بدون إطار أبيض. لرفع صورة أو مقطع فيديو على سناب شات من الاستوديو بدون ظهور الشريط الأبيض حولها، كل ما عليك هو التوجه للصورة المراد نشرها في الاستوديو ثم نقلها لمجلد سناب شات، وإن لم يوجد المجلد فأنشئ مجلدا جديدا باسم سناب شات مع مراعاة أن يكون حرف S
كابيتال. بعد ذلك نتوجه لسناب شات ثم الذكريات، ثم نسترد الصور من ألبوم الكاميرا، وهكذا نستطيع مشاركة الصور والفيديوهات بدون الحواف البيضاء. 11. عمل روابط من خلال أكواد سناب شات. إذا ما أردت إنشاء روابط مباشرة لموقعك أو حسابك أو أي رابط من خلال أكواد سناب شات، فعليك التوجه للإعدادات ثم اختيار سناب كودز، ثم إنشاء سناب كود عن طريق إدخال الرابط الذي تريد، وحتى اختيار صورة تظهر في الكود، وسيتمكن متابعوك من الوصول إلى الرابط الموجود في الكود عن طريق مسحه عبر التطبيق من هاتف آخر. 12. كتابة نص طويل في سناب شات. إذا ما أردت كتابة نص طويل في سناب شات أو تنسيقه، فإتاحة عدة أسطر سيكون مفيدا، وذلك سهل للغاية. فكل ما عليك هو التوجه للمفكرة على هاتفك والضغط على انتر عدة مرات وتنسخ ما كتبت، ثم تتوجه لسناب شات وتقوم بالضغط مطولا على الكتابة لتلصق الأسطر. 13. قراءة نص طويل بدون الحاجة للتعجل. إذا ما أردت قراءة أحد السنابات الطويلة، فلا يتعين عليك أن تقوم بالإرجاع للسنابة السابقة. كل ما عليك هو أن تقوم بالضغط مطولا على السنابة التي تريد قراءتها، وكأنك سترسلها رسالة لأحدهم، وهكذا سيختفي عدد الوقت لتقرأ بأريحية كل المكتوب. 14. توفير البيانات أكثر. إذا كنت متصلا ببيانات محدودة على هاتفك وتريد استخدام سناب شات دون أن يستهلك جزءا كبيرا من بياناتك، فعليك بتشغيل وضع السفر عبر التوجه للإعدادات ثم إدارة المفضلات ثم تشغيل وضع السفر، حيث إن القصص لن تحمل تلقائيا، حيث ستحمل عندما تضغط على ما تريده منها فقط. 15. الوصول لألوان أكثر. إذا أردت الوصول لألوان أكثر للكتابة عند تصوير سنابة، فكل ما عليك هو اختيار أحد الألوان والسحب إلى يساره للحصول على درجات لونية مختلفة، والسحب في مختلف الجهات سيظهر لك ألوانا متنوعة أيضا. 16. التكبير والتبديل بين الكاميرتين. للتكبير بيد واحدة عند تصوير أحد السنابات، كل ما عليك هو سحب إصبعك لأعلى أثناء التصوير للتكبير ولأسفل للتصغير، وللتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية بسهولة، فكل ما عليك هو النقر مرتين على الشاشة. شكرا لمتابعتكم. الآن نتمنى منكم مشاركة الحلقة والذهاب لتطبيق سناب شات ومتابعة حسابي رقمي للاطلاع على كواليس القناة، وإلى اللقاء.